تخيل إنك عايش في عالم مدمر بسبب حرب أهلية شرسة. كل مكان مليان بالموت والدمار، وكل اللي بيشغل بالك إنك تلاقي بنتك اللي اختفت وسط الفوضى. وفجأة بيجيلك عرض مستحيل، مهمة خطيرة لو نفذتها ممكن توصلك لبنتك. بس السؤال هنا، إيه اللي مستنيك في الرحلة دي؟ وهل هتقدر تخرج منها حي ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه مع بعض مع بلاك كراب، اللي بيحكي عن كارولين، جندية قوية فقدت بنتها مع بداية الحرب، وفجأة الجيش بيكلفها بمهمة عسكرية سرية. هي وفريق من الجنود لازم ينقلوا شحنة غامضة عن طريق بحر متجمد للوصول لقاعدة عسكرية بعيدة. القادة بيقولوا لهم إن دي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب، لكن محدش عارف الحقيقة الكاملة. ومع بداية الرحلة كل خطوة بتكشف سر مرعب أكبر من اللي قبله. كارولين بتبدأ رحلتها مع فريق مكون من 6 جنود، كل واحد فيهم عنده ماضيه وأسبابه الخاصة للمشاركة في المهمة دي. الخطر الحقيقي مش بس العدو، لكن الجليد نفسه. الطريقة الوحيدة المتاحة هي عبورهم عن طريق البحر المتجمد، ومعنى ده إن أي حركة غلط ممكن تكسر الجليد تحتهم، وأي حد ممكن يقع. مستحيل يطلع عايش من المية دي. قبل ما الحرب تدمر كل حاجة، كارولين كانت أم عادية، بنتها كانت كل حياتها، ولحظاتهم مع بعض كانت بسيطة جدا. مشهد فلاش باك قصير بيورينا كارولين وهي بتضحك مع بنتها، ودي آخر مرة شافتها فيها قبل الفوضى. ومن اللحظة دي حياتها اتحولت لكابوس، وكل يوم كانت بتصحى على أمل إنها تلاقيها، لحد ما جات لها الفرصة إنها تنفذ مهمة مستحيلة عشان توصل لبنتها. وبتبتدي الكوارث تحصل لما واحد من الجنود التلج بيتكسر تحته ويتزحلق وينزل في المية، واللي بيحاول الفريق ينقذه لكنه بيختفي في المية، ومحدش من الفريق بيقدر يساعده. الفريق هيحس بالرعب والتوتر، لكن ما عندهمش خيار غير ان هم يكملوا. وبيكمل الفريق رحلته، لكنهم فجأة بيتعرضوا لهجوم عنيف من قوات العدو. الرصاص بيتضرب عليهم من كل مكان، ومفيش حاجة تحميهم غير ظلام الليل والتلج الهش اللي تحتهم. بيجري الفريق بأقصى سرعة وبيتزحلقوا على الجليد وسط الرصاص، بيحاولوا يهربوا من العدو ويعيشوا في نفس الوقت. بعد الهجوم الناري الفريق اضطر انه يستخبى في مبنى مهجور. كانوا بردانين جدا وكانوا جعانين، والاهم من كل ده ان هم كانوا مرعوبين وكانوا بيعانوا من نقص الاكل والميه. كارولين كانت بتحاول تتمالك نفسها، لكن في لحظة هدوء شفناها وهي بتبص لصورة بنتها وكأنها بتسأل نفسها: هو أنا فعلا هلاقيها ولا دي مجرد كذبة كبيرة؟ الليلة دي كانت نقطة التحول، لأن الشك بدأ يدمر الفريق من الداخل. بعد معركة شرسة بيقرروا إنهم يقسموا الفريق عشان يزودوا فرصة النجاة، لكن هنا بتبدأ المشكلة الحقيقية. مع استمرار الرحلة التوتر بيبدأ يزيد بين الجنود. في حاجة غلط. واحد من الجنود بيبدأ يتصرف بطريقة غريبة وبينفصل عن الفريق لسبب مش مفهوم، وفي لحظة بيرجع تاني ويهاجم واحد من زمايله ويقتله بدم بارد. وده هيخلي الفريق كله يشك في بعضه، مين العدو مين الصديق، ليه اصلا بيعملوا المهمة دي. اول واحد مات كان عنده امل انه يرجع لعيلته، لكنه اختفى تحت الجليد في لحظة، وكأن الحرب ما سابتش ليه اي فرصة. وده جندي تاني كان مقتنع انهم فعلا بينقذوا العالم، لكنه بدأ يشك لما شاف العدو بيهاجمهم بوحشية كأنهم عارفين خطورة اللي معاهم. مع كل خطوة الفريق كان بيخسر حد، وكان الشك بيزيد اكتر واكتر. وبنرجع لكارولين اللي من الأول كانت حاسة إن في حاجة مش مفهومة، فبتقرر تفتح الشحنة اللي هما بينقلوها عشان تفهم الحقيقة. وأول ما تفتحها بتكتشف سر خطير. الشحنة مش مجرد إمداد عسكري، ده سلاح بيولوجي قاتل، فيروس مميت قادر على إبادة ملايين البشر في لحظة. والأسوأ من كده إن الجيش اللي بعتهم كان عارف مستعد يضحي بملايين الأبرياء عشان يكسب بس الحرب. وهنا كارولين بتدخل في صراع نفسي رهيب. هل هتكمل المهمة عشان تلاقي بنتها، ولا تمنع الكارثة حتى لو ده معناه إنها هتضحي بنفسها؟ وأخيرا بتقرر كارولين إنها تاخد القرار الأصعب في حياتها. مش هتكون جزء من الجريمة دي، وهتقرر إنها لازم توقف المهمة بأي ثمن. لكن المشكلة إن جزء من فريقها هيرفض يوقفوا المهمة وهيحاولوا يكملوا نقل الفيروس، وده هيخلي في مشكلة ما بين الفريق، يكون في صراع عنيف ما بينهم، معركة دموية بين أعضاء الفريق نفسهم. في اللحظة الأخيرة كارولين بتاخد الفيروس وبتهرب بيه بعيد عن الفريق، عارفة إن مفيش مخرج غير التضحية بنفسها. وفي مشهد مؤلم بتنزل تحت المية المتجمدة وهي ماسكة الفيروس وبتغرق معاه. وبعد ما كارولين غرقت الحرب ما وقفتش والدنيا ما انتهتش. الفيلم ما قالش ايه اللي حصل بعد كده، لكن السؤال الكبير هنا: هل تضحيتها كانت كفاية؟ هل الجيش هيستمر في البحث عن طريقة تانية للفوز حتى لو على حساب البشرية؟ وهل في يوم من الايام بنتها هتعرف الحقيقة عن اللي حصل، ولا هتعيش عمرها كله فاكرة ان امها ماتت من غير سبب؟ الفيلم بيسيبنا مع سؤال بيفضل في دماغك:
حتى بعد ما تخلصوا؟ هل كان في طريقة تانية؟ لو كنت مكان كارولين كنت هتاخد نفس القرار ولا كنت هتحاول تلاقي حل مختلف؟ لكن السؤال المرعب، هل بنتها لسه عايشة ولا ضحت بنفسها على الفاضي؟ الفيلم بيطرح سؤال مرعب في الحرب، هل الغاية فعلا تبرر الوسيلة؟ هل القضاء على العدو بأي ثمن هو الحل؟ هل لو كنت انت مكانها كنت هتضحي بنفسك ولا كنت هتكمل المهمة عشان تعيش؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان تشوف ملخصات تانية.